القضية اللي تستاهل أن نفتعل منها مشكلة، لأنها بالفعل مشكلة، هي مشكلة عقائد المؤمنين، عقائد المسلمين، هذه التي تستاهل أننا نتصارع فيها. عقيدة خلينا نحفظها. لا يجيني واحد يقول لي أبو بكر وعمر وعلي كانوا ولد عم وإحنا شكو ندخل بيناتهم، ما كان بينهم شيء، يلا خلاص في أمان الله، ويريد إغلاق هذا الملف حتى يختلط الحق بالباطل، عميد المنكر صاير للأخ. هذا اللي ما يمكن أن نمرره أبدا. هاي مو قضية تلعب. أنتم سمعتوني يوم من الأيام حكيت لكم على أنه الوائلي هم باقي فلوس من مرجعية الحكيم؟ لا، أول مرة أسمع. ما أفتح هاي الملف ولا مهم. والناقلين ثقة وموثقين، هذا حتى في بعض الكتب موجود. استلم أموال ما سلمها، أرادها لنفسه. أما هاي مو قضيتي أنا ليست قضيتي هاي القضايا أبدا. أنا قضيتي قضية العقيدة، هذا أسلوبي، هذا تخصصي أنا الوائلي أو أكبر من الوائلي إذا تكلم بكلام مخالف لعقيدة آل محمد عليهم السلام أنا أعارضه وأحذر المؤمنين منه وأقول هذا كلام باطل، هذا كلام فسق وفاسق. اللي يقول هذا الكلام، الزهراء عليه السلام تخرج ضد أبي بكر وتحكم عليه بالكفر هو وأصحابه، تقول فقاتلوا أئمة الكفر. قضية دين، يعني أنت صراع بين إيمان وكفر. أنت آخر شيء تريد تصغر هاي القضية، وخلاف أسري، خلاف أولاد عم، وإحنا ما لنا علاقة بينهم. شنو هذا الكلام هذا؟ هذا معناه استهانة بدماء الزهراء عليه الصلاة والسلام. أنت هنا تدوس على جراح الزهراء عليه الصلاة والسلام. أنت تصور الزهراء خرجت لخلاف عشائري، خلاف دنيوي، يعني قضية يعني ما لها تلك القيمة يعني، ولا بد أن نتناساها أصلا. يقول ولد عم، إحنا شو علينا ندخل بيناتهم؟ شنو هذا الكلام؟ هذا كلام لا يمكن أن يقبله مؤمن. أو أن يأتي الوائلي ويقول لك أنه يجوز يفتي حضرته للمخالفين وغيرهم، يقول أن تقولوا في الأذان، يقول لا مانع لدينا أن تقولوا في الأذان أشهد أن عمر ولي الله، أشهد أن أبو بكر ولي الله، أشهد أن أبا بكر ولي الله. التلاعب هذا في الدين. كيف تتصرف هكذا بالشريعة؟ أنت من حتى تفتي أصلا؟ أما تعرفون الحديث النبوي الشريف من أفتى علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ هو من أهل الإفتاء، هو مرجع تقليد، هو مجتهد حتى يفتي. لا يحق له إلا أن ينقل فتوى. أنا أتحدى أنه فقيه واحد شيعي قال يجوز حتى للمخالفين أنه يقولون في أذانهم أشهد أن أبا بكر ولي الله. الله أكبر. بعد أنت تريد توصلهم، بعد أن تفتح عينهم على هالشغلة، بعد هم بحدهم مرضى وخربانين تخربهم زيادة، تريدهم يرفعون باكر صدق بأذانهم يقولون أشهد أن أبا بكر ولي الله. بعد هاي اللي ناقص. أنا مو كافي البلاوي اللي جتنا من أبي بكر وعمر وعائشة، تريدهم ترفع أسمائهم على المنائر في الأذان؟ ليش هذا التملق هذا الزايد عن الحد على حساب شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله؟ تملق للمخالفين وغيره. ليش؟ أو يجي يقول لك ما أدري أنه سرداب الغيبة هذا لا قداسة له، أنا لو بيدي أقوم أطمه بالتراب. شنو الحكي هذا؟ ما أدري دم الحسين عليه السلام نجس. إحنا عندنا كيف إحنا عندنا الذي يقول دم الحسين نجس هو النجس. إيش عندك ويانا؟ روح حاسبه إله هو، روح حاسبه هو أو من يعتقد به. روح يوم القيامة أنت سوي لك إطلابه وياه، مو ويانا. إحنا ناس ندافع عن آل محمد عليهم السلام، فما يهمنا لا وائلي ولا غير وائلي ولا أكبر منا ما يهمنا. إحنا أبناء الأئمة عليهم السلام المنحرفين الفسقة، قلنا عنهم منحرفون فسقة، لأنه هذا ما قاله آل محمد وما قاله العلماء. الإمام الصادق بما يكنى؟ أبي عبد الله. بأبي عبد الله، صحيح، يعني عنده ولد اسمه عبد الله، صحيح. هذا عبد الله فاسق. شلون؟ عبد الله الأفطح، اللي يسمونه عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق. شوف ابن الإمام الصادق ما سكتنا عنه، لأنه بالفعل كان فاسقا،
هكذا أنبأتنا الروايات، هكذا أنبأتنا الآثار، هكذا أنبأنا العلماء. شيخ الطوسي ارجع إليه مثلا يقول كان إي نعم كان هذا منحرف وأفعاله تدل على أنه خارج العصمة، خارج حد العدالة. مضمون كلام. تأتون تتكلمون على الشيخ الطوسي رحمه الله أنه ليش يطعن في ابن الإمام؟ وإذا ابن الإمام ثم ماذا؟ ذاك هم كان ابن نوح عليه السلام، ابن نبي عظيم من أولي العزم، ما إله قيمة. كنعان كان اسمه، كنعان ابن نوح، له قيمة؟ ليس له قيمة. الحق حق، الحق ما يعرف فلان وفلنتان، الحق حق خلص. يأتي البعض يتعصب لهذه الشخصيات الممقوتة عن جهالة. احنا ما عندنا قضية شخصية ويا هذه الشخصيات، عندنا قضية مبدئية، قضية دين. على كم شخصية من هؤلاء معدودين على الأصابع اللي هم مشهورون عندكم، صار خلص التشيع والإسلام كله واقف على هؤلاء. أنت إذا تسوي رسم أو يعني تقيس أنه الشخصيات التي نحن ضدها والشخصيات اللي احنا معاها، تشوف أنه الذين نحن ضدهم ما يتجاوزون 1 إلى 2% من مجموع العلماء الأبرار. عندنا علماء وفقهاء ما من يعلم عنهم، ما حد يتي. نحن ضدها والشخصيات اللي احنا معاها، تشوف أنه الذين نحن ضدهم ما يتجاوزون 1 إلى 2% من مجموع العلماء الأبرار. عندنا علماء وفقهاء ما من يعلم عنهم، ما حد يدري، ما حد يعرف ولا شيء. ما حد يعرف. ليش؟ لأنه هذه الشخصيات هي التي اكتسحت، هذه التي أخذت الأضواء، هذه التي أخذت الإعلام، أخذت الساحة، فالناس تندهش يعني أنه هذه الشخصيات تطلع غير عادلة، غير مستقيمة، تندهش كثيرا. هذا يا أخي، هذا الاندهاش يعني مفروض أن تراجعوا أنفسكم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أكثر الحق فيما تكرهون. أكثر الحق، شوفوا، أكثر الحق فيما تكرهون، يعني معظم الأشياء التي تكرهونها وتستبشعونها وتشوفونها غريبة وعجيبة، هذه ترى يعرف حق وليس العكس. وأنت إذا تأملت دائما مفروض الأقلية معها الحق وليست الأكثرية، حتى لما يبدو للوهلة الأولى أن الأكثرية على حق. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة معظم العرب صاروا ماذا؟ مسلمين، دخلوا في دين الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله شنو؟ أفواجا. صارت أكثرية إسلامية في كل مكان. ولكن هل يا ترى كل هذه الأكثرية على حق؟ صحيح اسمهم مسلمين، أما كم واحد منهم مؤمن حقيقي؟ هم أقلية يطلعون. لا تنخدع بالصورة الظاهرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، دائما وقليل من عبادي الشكور. فإن افترضنا أصلا أنه إحنا نحكي بقولتك على معظم العلماء مثلا، ثم ماذا؟ هذا أصلا المفروض يصير شيء طبيعي، هذا المفروض. فكيف إذا إحنا أصلا ما حاكين على معظم العلماء؟ يا أخي إحنا عندنا مشكلة مبدئية مع أفراد منهم. أولا نصهم مو علماء أصلا، ليسوا فقهاء، ليسوا مجتهدين. إن شاء الله باكر يطلع لي مقتدى فقيه وآية الله العظمى بعد، آية اللي ناقص. هو واحد حالة من حالة المعممين اللي موجودين، أصلا ما يعرف لغة عربية حتى إلى الآن، ما يعرف شو يقول. زين، فإحنا عندنا مشكلة مع هذه الشخصيات من المعممين، والمشكلة مشكلة مبدئية. هم ما صار كم سنة صار موقف تجاه هاي الشخصيات لأن شخصية معهم. عندنا مشكلة مبدئية. إذا مشوا عدل مستقيمين عدل، والله ما عندنا أي مشكلة بيننا وبينهم على الإطلاق. والآن أكو شخصية من هاي الشخصيات كان لدينا منها موقف قبل كم سنة، صار موقف تجاه هاي الشخصيات لأنها قالت كلاما لا يصح على المنبر. الآن بدأنا نشاهد الحمد لله أن هاي الشخصية بدأت تراجع نفسها، بدأت تعتدل، بدأت تتكلم بلغة مستقيمة على المنبر، لغة رافضية. نرحب بذلك ونبارك له ونفتح حتى علاقات طيبة معه، ما عندنا مشكلة يعني أبدا. مشكلة مع شخصه لا يوجد، إحنا مشكلة مع ما يقول ابن عمك، عرفت؟ وما عندنا مشكلة.
ونبارك هذا الشيء ونحييه وندعمه ونقول إن شاء الله. هو احنا شنو هدفنا؟ هو احنا هدفنا أنه على المنابر ما يقال اللي يروج، اللي يقال للناس أن يكون ماذا؟ لله رضا، لرسوله رضا، لأهل البيت عليهم السلام رضا. ما عندنا مشكلة، هذا اللي نريده احنا. فإذا صلحوا منهجهم، إذا صححوا مسارهم، احنا وياهم. إذا هؤلاء، لأنه ما عندنا مشروع كما قلنا منذ البداية، احنا لا مشروع مرجعية، يعني ما ننافس هؤلاء لا في مرجعياتهم ولا مشروع قيادة ولا مشروع ما أدري كذا، احنا كل هذا ما عندنا شغلة به. فما عندنا منافسة دنيوية على الإطلاق. حتى الأفكار التي احنا وياهم، بالعكس أول ناس بنقول أيها الناس التفوا حول هؤلاء، لأنه ما عندنا مشروع كما قلنا منذ البداية، احنا لا مشروع مرجعية، يعني ما ننافس هؤلاء لا في مرجعياتهم ولا مشروع قيادة ولا مشروع ما أدري كذا، احنا كل هذا ما عندنا شغلة به. فما عندنا منافسة دنيوية على الإطلاق. حتى الأفكار التي نقدمها إلى الآن، قبل شوية قبل لا أدخل البث المباشر بس خلصنا الصلاة، الأخ أبو عبد الله قال لي أنه شوف هاي شيخنا الأفكار اللي أنت قلتها قبل أشهر وقلناها في البث المباشر وكذا، شوف أخذتها جهات أخرى وطبقتها الآن في الوضع العراقي والشأن يعني التحديات هذه اللي موجودة. قلت خير ونعمة، شو نسوي؟ يعني مو براءة اختراع، يعني نريد احنا نلتزم بها، وأنه لا، احنا نريد الخير للعموم. احنا نقول الكلمة، نقول المقترح، إذا أخذ به الآخرون أخذوا به خلاص، يا أبا أخذوا كله، ما عندنا مشكلة، أخذوا الناس كلهم، أخذوا اللي أكو واللي ماكو. لا مشروع، ما عندنا أي مشروع شخصي مرجعي قيادي شيء من هذا القبيل غير موجود. إحنا فقط نريد منكم أن تحفظوا لنا حق التعبير بس، وجزاكم الله خير الجزاء، وكفونا خيركم وشركم، ما نريد منكم شيء. بس هذا الحق الطبيعي للإنسان أن يعبر عن آرائه، حتى وإذا آراء في شخصيات أنتم تحبونها وتحترموها، شنو يعني؟ مو معصومين، أنا عندي وجهة نظر من حقي أن أقولها، هذول جماعتي هم نفس الشيء، من حقهم أن يقولوا وجهة نظرهم، اعطوهم حقهم في التعبير، اعطوهم حقهم في الرأي، ردوا عليهم بمثل ما هم يقولون بس. أما لا تحرموهم نهائيا، لا ممنوع وحرام وما يجوز وكذا، وانتم تكفيريين وانتم داعش الشيعة وانتم مدري كذا، وتهديدات وشتائم وافتراءات وعملاء وما أدري كذا وما من هالشغلات هاي كلها. إلى متى أنتم؟ متى شوية يكون عندكم شيء من الإنصاف، شيء من التشرع، شيء من خوف الله عز وجل وتقواه؟ ما نطالبكم بأكثر من هذا.